السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم باش تشوفوا معايا كيفية تحضير وجبة كاملة من الملح للحلو، تصلح للمات العائلة، للضيافات أو لشهر رمضان المبارك. باش نحضروا أطباق سهلة والمهم إنها تكون بنينة بطريقة سهلة ومبسطة وإن شاء الله تعجبكم. أول حاجة باش نحضرها معاكم نحضروا الصوص للمقارونة، خاطر اليوم الوجبة الأساسية هي المقارونة. قشرت 3 كعبات طماطم وحطيت فيهم نصف كاس ماء وحطيتها في الصفاية وباش نصفيها باش القلب متاع الطماطم ما يتعديش. بعد لا رحيتها مليح وهي نية، ما طيبتهاش الطماطم، يعني الطماطم نية. كملت صفيت الطماطم وحطيتها فوق النار. تو باش نحط شوية زيت نباتي قدر 3 ملاعق أكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس القيمة زيت زيتونة 3 ملاعق أكل. تو باش تشوفوا معايا أحسن تقلية لصوص المقارونة اللي تبدا مطيبينها بالطماطم الفريش ولا طماطم الكعب، طريقة سهلة وبنينة وصحيحة وتجي المقارونة متاعها من أبن وأحسن ما يكون. وعندي 2 ملاعق أكل طماطم معجونة، طماطم الحك نزيدهم، وعندي ملعقة أكل ثوم مفروم. وكما شفتوا معايا عملت كاس حمص. نحرك المكونات مليح مع بعضهم باش يتحلوا. حركت المكونات مليح وصلوا مرحلة الغليان. تو باش نرجع عليها الغطاء ونخليها مدة 6 ولا 7 دقائق لين المكونات الكل يتقلوا مليح، وبعد نرجعوا ان شاء الله. المكونات تقلوا مع بعضهم كما تشوفوا لين القوام نتاعها ولا نشاف وك السوائل الكل تبخر من غير ما زدت حتى قطره ماء. خليت الغطاء عليها وكل مره نحركها شوي كيف هكا. كما تعرفوا الطماطم تبدا تتنطر كي تبدا يعني تبكبك كيف هكا تبدا تتنطر، ولهذا خليت عليها الغطاء كل مره نحركها شوي لين نشفت. شوفوا لين السوائل كلها تبخرت ولا القوام نتاعها كيما النشاف. ردوا بالكم تتحرق، خاطر كما عارفين التقليه مرات الواحد يغفل عليها تتحرق، ولهذا خلوها تتقلى في عقلها وكل مره نحركوها لين يوصل القوام نتاعها كيف هكا كيما تشوفوا كيما النشاف. باش تشوفوا معايا الوفحات اللي حضرتها لصوص المقارونه. عندي ملعقه اكل فلفل احمر مرحي حار شوي، عندي ملعقه صغيره كركم واقل من ملعقه صغيره فلفل اكحل، وعندي ملعقه كبيره نفس القياس نتاع الفلفل الاحمر، وعندي ملعقه ناقصه شوي كبيره ملح. نزيدها في الصوص. بسم الله الرحمن الرحيم ونحرك مليح. توا عندي شويه رند غسلتهم، وعندي 1 لتر من الماء اليغلي. باش نغطي عليها ونخليها مدة 10 ولا 15 دقيقة على نار هادية، ونمشوا مع بعض نحضروا اللحم المفروم اللي باش نحطوه في صوص المقارونة. باش نحضر معاكم اللحم المفروم اللي باش نحطه في الصوص تاع المقارونة. عندي 300 غرام لحم مفروم باش نحطه في آلة الخلط. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ورقات معدنوس، وكي نقص شوية المعدنوس يجوا ملعقة أكل معدنوس مفروم هاكم تشوفوا قبطة صغير. عندي قدر ملعقة أكل بصل، وعندي 2 فصوص صغار ثوم نزيدهم. وبالنسبة للتوابل عندي شوية كركم، شوية فلفل أكحل، وشوية تابل، وعندي شوية ملح. 2 ملاعق زيت زيتونة، ونزيد 2 ملاعق ماء بارد، ماء من السبالة عادي. توا باش نرحيهم مدة 3 دقائق. توا باش نكعبرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهز توا شوية لحم كيف هكا ونكعبروهم. الصوص لها 15 دقيقة طيب، وكملت اللحم مفروم حضرته. توا باش نزيد اللحم مفروم في الصوص. من غير ما نحرك نزيد نعاود نرجع عليه الغطاء مدة 5 ولا 6 دقائق لين اللحم يشد روحه باش كي نحركه ما يتحلش وما يتفترش. كما تشوفوا معايا بعد لا خليته دقائق باش يشد روحه. توا نحركه الصوص كيف هكا واللحم ما يتفترش بحول الله. توا باش نرجع عليها الغطاء ونخليها تطيب.
مدة 20 دقيقة لين اللحم المفروم يطيب والصوص متاع المقارونة تخثير، وبعد نرجع ان شاء الله. تاعنا طابت وحضرت كيما تشوفوا القوام اللي تحصلنا عليه. يلزم يتبخر الماء متاعها الكل. توا عندي شوية فلفل اخضر نزيدهم. توا نطفي النار، نرجع عليها الغطاء ونخليها دقيقتين ولا 3 لين الفلفل الاخضر ياخذ السخانه نتاع الصوص ويعطي القوم تاعو ولا النكهه نتاعو في الصوص. توا باش نحضر مع بعض خبز الدار بالقمح الكامل وشويه فرينه معاه. خذيت 800 غرام دقيق القمح، دقيق كامل كما تشوفوه. هذا يبيعوا فيه لهنا حاضر دقيق قمح كامل يعني بنخالته كامل. خذيت منه 800 غرام. وعندي 200 غرام فرينه دقيق ابيض. عندي ملعقه اكل خميره فوريه متاع خبز وملعقه صغيره متاع سكر نزيدهم فوق المكونات. وعندي ملعقه صغيره ملح. تو باش نخلي آلة العجن تتحرك ونزيد الماء الدافي بشوي بشوي لين تحصلوا على عجين الخبز. شوفوا معايا العجينه كملت وحضرت. خليتها تعجن مده 10 دقائق لين نتحصلوا على عجينه رطبه وملسه كيف هكا عجينه الخبز. توا نلمها كيف هكا. توا نغطيها ونخليها ترتاح مده 30 دقيقه لين الخميره تطلع والعجينه ترتاح مليح، وبعد نرجعوا باش نشكلوها ان شاء الله. توا باش نشوفوا مع بعض كيفيه تحضير الجاري اللي باش نحطه في وجبه اليوم. باش نحضر وصفه البرغل بالقديد. عملت قدر 3 لتر ماء في الكسرونه وصلت مرحله الغليان كيما تشوف. وعندي ملعقتين اكل طماطم الحك، ملعقه ثوم مفروم، ملعقه ناقصه شوي تابل وكرويه تونسي، ملعقه ناقصه شوي فلفل احمر مرحي، والفلفل الاحمر حر شوي. تو باش نحطهم في الماء يغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحرك المكونات مليح. عندي قيمه صغيره من القديد هذا حضرته معاكم في فيديو. تو بحول الله نحط لكم اللين نتاعو في صندوق الوصف. نزيدو في المرحله هذه. عندي 50 غرام حمص منفخ، وعندي 50 غرام فول. الفول نحيت له الخاتم نتاعو ونفخته قبل بليله كيما هو كيما الحمص يبدو منفخ في الماء. نزيدو ونزيد ملعقتين زيت زيتون. نزيد شويه فلفل اكحل ونحرك المكونات الكلها كامله. المرق وصل مرحله الغليان وحركته مليح. توا عندي 50 غرام برغل. البرغل اللي هو قمح ويبدا مدشش نزيدو في المرحله هذه ونحرك مليح. كما لاحظتوا معايا ما حطيتش الملح مع المكونات خاطر وين طيب حاجه بالجديد ما نملحش من الاول. تو بعد 10 ولا 12 دقيقه من مده الطبخ نتاع البرغل نذوق المرق نتاع البرغل. لكن نلقاه ناقص شوي ملح نزيدو على خاطر الحاجه اللي تطيب بالجديد ماذا بينا ما نقدولهاش الملح من الاول الا ما الجديد يتحل في الصوص ويطيب شويه باش نشوفوا قداش ناقصه ملح. تو باش نغطي البرغل نخليه يطيب على نار هاديه ونمشوا مع بعض نشكلوا الخبز. كما تشوفوا معايا الخبز طلعت الخميره نتاعو. تو باش نحطه في طاوله العمل. تو نحركه شوي نخرج منه الهواء. عندي تو النخاله باش نقرصوا بالنخاله. ناخذ نص ساعه شوي كيف هكا لين نتحصل على شكل دائري. نجيب شويه نخاله ونحطها كيف هكا ونحاول نلبس العجين كله بالنخاله من كل الجوانب ونسطحها ولا نحلها بالقلقال ونكملهم الكل بنفس الطريقه. شوفوا معايا كملت طلعت الخبيزات جوني 8 قطعات ولا 8 خبزات. تو باش نجي في وسط الخبزه بالضبط ونقد بصبعي كيف هكا لين نلمس القاع نتاعها كيما شفتوا. نزيد الاخرى كيف كيف. تو باش نغطيهم ونخليهم تطلع الخميره نتاعهم مره اخرى مده 30 دقيقه ولا 35 دقيقه. الخبز طلعت الخميره نتاعو. تو عندي بشبوش فيه الماء نرش وجه الخبز كامل بالماء.
حليت الفرن له 7 ولا 8 دقائق وهو يسخن على درجة حرارة 220. توا نهز تبقل فيه الخبز بعد لا رشيت الوجه نتاعو بالماء ونحطه في الفرن. يلزم الخبز كي نحطوه في الفرن يبدا سخون مدة 10-12 دقيقة ونثبت فيه. لكان الظهر نتاعو احمر ونحل عليه الفرن من فوق مدة 5-6 دقائق. الخبز يتحمر ونخرج. بعد لا حطيت الخبز يطيب في الفرن توا باش نحضر معاكم السلطة عندي جزر، قصيت شوية جزر كيما شفتوني حطيته في الكسكاس، قصيتهم رقيقين كيف هكا كيما تشوفوا. وعندي قدهم بطاطا قصيتهم رقيقين ثنا كيف هكا كيما تشوف. تو باش نهز نحطهم على البخار يطيبوا مدة 20 دقيقة. بعد لا توفى 20 دقيقة والخضرة تطيب نخليهم يبردوا، وفي اخر لحظة نحضر معاكم الفاح نتاع السلطة. بعد لا حطيت السلطة على البخار تطيب حطيت مقلة فيها الزيت وسخنت مليح. توا عندي البطاطا قصيتها باش نحضر معاكم لوازم الطاجين. نحطوا قيمة البطاطا في الزيت سخون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدا في الزيت كيف هكا. حين ما نحطوها نحط فيها شوية كركم كيما تشوف ونزيدوا شوية ملح ونحركوا الكركم والملح في البطاطا لين تولي لون واحد. نقعد كل مرة نحرك البطاطا كيف هكا كيما تشوفوا معايا. البطاطا ولت خفيفة وبدا اللون يتبدل. توا جبت صحن فيه منديل كاغط ولا منديل ورق، نهز البطاطا كيف هكا ونصفيها شوي من الزيت ونحطها في الصحن اللي فيه الورق النشاف. باش نحضر معاكم شويه الزدر نتاع الدجاج اللي باش نحطهم في الطاجين. حطيت مقله اخرى تسخن وحطيت فيها 2 ملاعق اكل زيت اللي قليت فيه البطاطا، وعندي 200 غرام من زدر الدجاج قصيته رقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحركهم مليح ونخليهم يتشحروا 2 ولا 3 دقائق لين يتبدل لونهم. باش نحط لهم الفاح نتاعهم عندي شويه كرويه وشويه ملح وعندي شويه فلفل اكحل. نخلطهم مليح ونزيد عليهم شويه كركم كما تشوفوا. كيلت بالملعقه هذه ملعقه صغيره، كل حاجه عملت منها ربع ملعقه. نحرك المكونات الكل مليح ونخليه يتقلى مليح، وكل مره نحركه هو يتبدل لونه وما نخليش يحمر. هو يتبدل لونه ونطفي عليه النار ونخليه يبرد باش نكملوا بقيه مكونات الطاجين. باش نحضر معاكم الطاجين قليت البطاطا وخليتها تبرد وحطيتها في معون كبير. توا نجيبوا شويه الدجاج اللي قليتهم معاكم نزيدوهم، وعندي شويه معدنوس مقصوصين رقيقين، عندي شويه بصل قصيتهم رقيق نزيدو نحط. توا عندي جبن بارميزان وعندي شويه جبن غريير الاثنين قيمه 100 غرام، وعندي شويه فلفل اكحل. مشني باش نزيد الملح على خاطر البطاطا والدجاج ملحتهم، خاطر جبن مالح البارميزان هذاك علاش مشني باش نزيد الملح. خلطت المكونات نتاع الطاجين مليح. توا عندي 8 بيضات حطيتهم في معون غير كيما تشوفوا. نركضهم توا مليح. توا باش نصب البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نخلط ونصب. نخلط المكونات مليح. اللي يحب يجيه حار شوي ينجم يعمل شويه هريسه. خلطت المكونات الكل مليح. توا جبت المول اللي باش نحط فيه الطاجين دهنته بشويه زبده وذريت فوقه شويه فرينه، ونعاود نخلط مليح ونصب المكونات كامل. كملت حطيت المكونات الكل في المول ونحركه هكا شوي باش يجينا نفس السمك. وتوا عندي بيضتين قصيتهم على العرض نحطه في وجه الطاجين، وكي حطيتهم رصيتهم لتحت شوي. تو باش نهز نحطه في الفرن حليته على 160 درجه. هو في العاده 20-25 دقيقه يحضر ويطيب. الطاجين نتاعنا حضر. تو باش نخليه يبرد ونتعدوا للمرحله الاخرى ان شاء الله. تو باش نحضروا مع بعضنا التحليه نتاع السهريه. اليوم اخترت لكم باش نعملوا مع بعض كنافه شرقيه.
خذيت 300 جرام كنافة، حطيتها فوق اللوحة وقصيتها بالسكينة كيما تشوفوا معايا، وكي نلقوا حيدة كيف هكا متاومة نحلوها ماذا بين. عندي 150 مليلتر سمن ذايب، هذا سمن الحلويات. نحطوا توا السمن، بسم الله الرحمن الرحيم، نتبعوا بشوي بشوي. نخلط توا شعيرات الكنافة مع السمن. شعيرات الكنافة بالسمن مليح. توا باش نتركهم جانبا. عندي 150 جرام فاكهة مرحية، جوز ولوز. عندي ملعقة أكل ماء زهر، وعندي سكر رطب نزيد منه ملعقة ونصف. نخلط توا المكونات مليح. خلطت توا شوية الفاكهة. جبت توا المول باش نحط فيه الكنافة، نحط توا نصف القيمة نتاع الكنافة. توا نسويهم مليح ونقرص عليهم مليح كيف هكا. توا نحط فوقها الفاكهة كما شفتوني. حطيت الفاكهة في الوسط، نحاول نسطحها بشوي بشوي من غير ما نوصل لجناب. كملت سويت شوية الفاكهة كما تشوفوا، ما خليتهمش يوصلوا لجناب. توا نكمل بقية الكنافة. نسويها في الوجه ونحاول نضغط عليها مليح. حضرت الكنافة، قرصت على الوجه متاعها مليح كما شفتوني. توا باش نهز نحطها في الفرن. انا سخنته ليه 5 دقائق على درجة حرارة 180. نهز نحطها مدة 20 دقيقة. وفي ال20 دقيقة كي تكون هي في الفرن نحضر معاكم السيرو. توا باش نحضر معاكم الشيرة ولا السيرو اللي باش نسقوا به الكنافة. عندي كاس سكر يرفع 100 جرام، بسم الله الرحمن الرحيم. وبنفس الكاس اللي كيلت به السكر نكيل 2 كيسان ماء. وعندي 2 طرونشات متاع قارص، ونمشي نحطهم 10 دقائق على نار متوسطة ونبدا بحذاهم. هما يوفوا ال10 دقائق ونطفي عليه النار. توا العشاء متاعنا قريب يحضر، ولهذا تبقى اخر حاجة عندي نصمت المقارونة ولا نسلق المقارونة. حطيت قيمة من الماء تغلي، قيمة 3 لترات، وعندي شوية ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. نحرك الملح في الماء اللي يغلي. توا باش نزيد 500 جرام مقارونة، عندي من نوع الروسور اليوم. نحركها شوي ونخليها تطيب مدة 8 ولا 9 دقائق وبعدين نصفيها. الكنافة نتاعنا حضرت كما قلت لكم، ما خدتش اكثر من 20 دقيقة على درجة حرارة 180، والسيرو نتاعها حضر. توا باش نحطها في صحن التقديم وبعد نسقيها وهي في الصحن. توا عندي السيرو طايب وحاضر ومازال سخون. نسقو توا الكنافة، بسم الله الرحمن الرحيم، بشوي بشوي كيف هكا. عندي شوية فستق مرحي. نتاعنا كملت، هذا الوجه النهائي نتاعها. توا باش نخليها تبرد جانبا ونكمل معاكم بقية العشاء. توا باش نحضر معاكم بقية السلطة. الجزر والبطاطا طابوا. توا عندي شوية ملح وعندي شوية فلفل أكحل، نحط فيها قدر 3 ولا 4 ملاعق زيت زيتونة. عندي شوية بصل وعندي شوية معدنوس. نخلط السلطة مليح. باش نحطها في صحن التقديم. توا عندي طماطم قصيتها على الطول، نحطها في الصحن كيف هكا.
سلقت بيضة، نزيد نكمل نحطها فوق كيف هكا. وعندي شوية قارص. العشاء متاعنا حضر. هذه الكنافة، وهذه سلطة البطاطا والجزر، زدت فيها شوية زيتون. وهذه الشوربة، كما قلت لكم راني ما نعملش الشوربة فيها طبقة زيت من فوق، نعملها خفيفة وجا مذاقها بنين على الاخر، اللي بننها شوية القديد. هذه المقارونة بالكعابر. وهذا الطاجين. الطبق اللي عملته اليوم جوني 9 طروف، كل طرف جا الكبر متاعو كيف هكا. هذا العرض متاعو كما تشوفوا، المذاق متاعو جا بنين على الاخر. هذا خبز القمح صحي ومفيد ومذاقه جا بنين على الاخر، ما عملنا فيه حتى شيء، كان شويه الخميره والملح وشويه السكر. نوريكم القوام متاع الشوربه. القوام متاعها يجي خاثر كما تشوفوا. باش تشوفوا معايا الخبز، خبز القمح، هذا الوجه متاعو كما تشوفوا، وهذا الظهر متاعو، ما نخليش يتحرق لا من فوق لا من تحت. توا باش نحل لكم الخبزه وتشوفوها معايا من وسط كما تشوفوه معايا قطني، والمذاق نتاعو يجي بنين على الاخر وسهل التحضير. ما بقى لي كان نقول اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال. كان عجبتكم طريقتي في تحضير اطباق اليوم وعجبكم محتوى القناه، ما تنسوش باش تشجعوني وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجوا فيديوهات القناه بين اهلكم واحبابكم. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الى اللقاء في وصفه قادمه عن قريب. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.